نبهت على طه ما يروحش كتاب سيدنا، وانت بقى المسؤول عن تحفيظ القرآن كله من النهارده. اطمن يا شيخ حسين، اطمن. بس فين هو طه؟ هندهولك حالا. تعالى يا طه، تعالى يا ولدي. تعالى يا ابني، اقعد هنا يا جاري. حاضر. قول لي، سمعني، حافظ ايه؟ مش حافظ حاجة خالص. طب اسمع مني بقى وقول وراي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص بقى يا سيدنا، بناقص واحد. ده حتى واد قليل الادب وبيقول علينا اننا بنفضي جيب العيال وبناكل غدائهم. طبعا عايز تهون عليا المصيبه يا ابن بمبه، ما هو انت السبب. كذبت عليا وخدت العهد وسبت الولد من غير مراجعه. يخونك الحلف عن اللي حلفته. ما بقاش السيره دي بقى. الحمد لله اني مش متجوز ومش برمي يمين الطلاق باطل. يا شمت الاعادي، يا شمتك يا شيخ عبد الجواد. ما تستهدى بالله بقى وتريح نفسك. انت مش بتقول ان ربنا محى القرآن من صدر طه عشان ابوه كان بياكل حقك؟ السلام عليكم. السلام والرحمه. اتفضل. بتقول له اتفضل؟ ما تقول له جمال يتفضل ياخد بقيه العيال وياخد الكتاب بحاله. كنت عايز نشمه اذا حييتم بتحيه. الشيخ عبد الجواد فايت مخصوص من هنا عشان يكدني، لكن أنا مش هسكت له. الشيخ عبد الجواد لا يمكن ياخدها بيضة مكشرة، وادي دجني. لازم طه يرجع الكتاب. خسارتك يا طه، ألف خسارة عليك يا طه. الحكيم اللي راحوا له هو اللي ضيعه، لو كانوا فضلوا معايا ما كانش حصل اللي حصل. ما تخلينا في المهم يا بسيوني. أنا مش منقول من هنا يا حضرة البشكاتب إلا إذا الشيخ حسين اتدكل من إنه هيرجع الولد الكتاب. اطمئنانات شيخ علي، اطمئنانات. ولد بسيوني انصراف، في كلام مخصوص، انصرافات. السلام عليكم. قل لي شيخ علي، انت بتفهم في الشرع، ودي عايزة كلام. زينب بنت المرحومة زوجتنا عندها 16 سنة، في طريقة شيخ علي علشان نتزوجها؟ فيه. صحيح شيخ علي، بس تقنع لنا الشيخ حسين انه يرجع الولد الكتاب. هقنعه شيخ علي. تاخد البنت مصر وما تقولش للمأذون انها بنت مراتك، وهمتك معانا بقى. ومن ناحية شهود عقد القران انا في المقدمة. قبلاتي شيخ علي، قبلاتي. وصل. تفضل شيخ حسين، اقعد. اشق هدومي منك يا شيخ علي. طه مش رايح الكتاب تاني، حتى لو سبت عليا البلد كلها. احتاجني بقى. حسين افندي، ما فيش ترقيات. مش مهم، هو امتى كان فيه؟ مجنون شيخ حسين، مجنون. شيخ علي، خلينا دلوقتي في مسألة الجواز. جواز لا يجوز شرعا، لا يجوز. اشق هدومي انا كمان. اعوذ بالله من دي بلد، اعوذ بالله من دي بلد. خلاص بقى يا شيخ حسين، علشان خاطري انا تسامح سيدنا. أنا حالف إن طه مش راجع الكتاب تاني. ده مش كلام يا فضيلة القاضي. عايز توجع يمين الأرض؟ امرك غريب يا شيخ حسين، عشان خاطر مولانا القاضي ما تهتدي بالله بقى وتتعدل. خلاص، من بكرة ترجع الكتاب تاني وتنفذ أوامر سيدنا. ارجع الكتاب. والشيخ عبد الجواد هرضيه. أعمل إيه؟ القاضي الشرعي أحرجني. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا ولدي. وحشني يا ابوي. ازيك يا أم؟ ازيك يا بابا؟ وحشاني يا أم، وحشاني قوي. لا ده اسمه كلام. مش تبعت جواب علشان نستنظرك على المحطة؟ اعمل ايه بقى؟ ما حبيتش اتعبك. وازيك يا ضناي؟ كيف احوالك؟ حاسس ليه كده يا احمد؟ المذاكرة والامتحان بقى. ما تخافيش يا أم، هشطب لك على كل الوز والبط. وازاي اخواتي؟ حامد ومحمود عند خالتهم هيجوا بكرة. ازاي البنات؟ بالفداء يا نفيسة، تعالوا اخوك الشيخ احمد جه من مصر. يا اهلا وسهلا. ازيك يا الفداء؟ الحمد لله. وحشاني يا اختي، وحشاني قوي. ازيك يا نفيسة؟ وحشاني يا بيت. وازاي مصر يا شيخ؟ كويسين، يسلموا عليك يا بيت. طه
انت فين يا واد يا طه؟ الله، وحشني يا اخوي. الحمد لله انك جيت عشان تنجدني. انجدك من ايه؟ انت راجع مصر امتى بالسلامة؟ بعد شهر ان شاء الله. انما تسال ليه؟ بعدين اقول لك كل حاجة. وهو كذلك. واقفين ليه كده؟ انت قعدوا اعملي شاي لاخوك يا ابو الفداء. حاضر يا لا انا مش عايز شاي الصراحه بقى، يعني انا جعان قوي وحشني الوز والبط من الايدين الحلوين دول. ده يوم المولد يا ضناي. الله يخليك يا امك، الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الخبر وصل إلى فضيلتكم. خبر إيه إن شاء الله؟ أحمد بن الشيخ حسين رجع من الأزهر والبلد كلها فرحانة بيه. معاهم حق. العلم له جلاله. لكل جديد بهجة. بالمناسبة أنا سمعت إنه حيلقي خطبة الجمعة بكرة. ما شاء الله ما شاء الله، إيه الإكرام ده كله؟ الشيخ حسين يستاهل كل خير. بصراحة يا فضيلة القاضي، الحكاية دي مش نازلة من زور أبدا. عيل في السن ده يلقي خطبة الجمعة. ما تصلي على اللي يشفع فيكم مان. المرء بأصغري قلبه ولسانه. ايه بس العز ده كليته؟ تستاهل، وكل سنة تطول رقبتنا وتقول خطبة الجمعة. عجبتك الخطبة يا ابوي؟ كلام زي سلاسل الذهب. ربنا يحميك من العين، من شر حاسد إذا حسد، والنفسات في العقد. بقى دي بلد دي تنتخب ابن الشيخ حسين خليفة؟ عيل يبقى خليفة؟ بقى يعني محدش راح الازهر غير ابن الشيخ حسين؟ مفيش عيلة لها مقام في البلد غير عيلة الشيخ حسين؟ وانت واكل نفسك ليه؟ عشان ما يعجبنيش الحال المايل. دع الملك للمالك. انما تعرف والله الشيخ احمد صغير، انما مالي مركزه. كذب. يا خسارة يابا، كده برضه يا شيخ حسين. انت حلفت اني مش راجع الكتاب تاني. يبقى ايه الفرق بينك وبين سيدنا والعريف اللي بيحلفوا باطل؟ مالك هذا طه بتشعلك كده في الشباك؟ صباح الخير يا اخوي، كنت بسمع الاذان الفجر حلو قوي. وصلاة الفجر احلى، خاصة في الازهر. ان شاء الله لما تيجي مصر معايا حباخدك معايا تصلي في الازهر. هتاخدني معاك مصر؟ اجهز يعني الجبه والهمه؟ لا مش السنة دي، يعني قصدي السنة الجاية تكون كبرت شوية وتقدر على الشقة. السنه الجايه؟ ما انت لسه عظمك طرى يا شيخ طه. يا فرحه ما تبني، لسه هيفضل جوزي في سيدنا الضلالي سنه بحالها مع ابن بامبا والشيخ علي هيصه سنه 12 شهر. اسمع يا واد طه، انت هتقضي السنة دي في الاستعداد لدخول الازهر. هديك كتابين،
الاولاني تحفظه صم والتاني تقراه وتفهمه. كتابين هاخدوا سنة؟ ده أنا بقرا الكتاب في يوم. إذا لقيت حد يعني يقراهولي. لا، ما هي دي اصلها مش كتب هايفه زي قصه السلك والوابور وقصص السنات الخليفه. لا، دي كتب علم، كتب علم يا ابني. في ناس بيشيبوا قبل ما يحفظوها ويفهموها. دول ألفية ابن مالك ومجموع المتون. لك عليا لو حفظتهم وفهمتهم تدخل الازهر حتف. ومين ده بقى اللي هيحفظهم؟ أظن هتقول لي سيدنا. ها؟ سيدنا؟ يا واد بقول لك اللي فاهمك لازم يكون راجل علم. سيدنا ده ابو جهل. ايوه عارف، الصندوق ده يفهم احسن منه. يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكالم، واحده كلمات والقول عام، وكلمات بها كلام قد يؤم، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبك حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة، لي وله في درجات الآخرة. الله يا مولانا الله. من تواضع لله رفعه يا بني. انت عارف معنى الكلام ده؟ لا. المؤلف رحمة الله عليه لما بدأ نظم ألفيته اغتر وأخذه الكبر وقال إنها فاقت ألفية ابن معطي. وبعدين لما نام شاف ابن معطي جاءه في المنام يعاتبه عتابا شديدا، فلما صحى من نومه أصلح من الغرور وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني ابن معطي له فضل السبق، والله أعلم. انت بتخدع ابويا وبتكذب عليه. ازاي؟ لما سألك حفظت اي باب من الألفية قلت له باب العطف، ولما طلب منك تسمعه له سمعت له باب الصلة. أصل يعني ما يعنيش انت كذاب. رجعت ريما لعادتها القديمة وهتنسى الألفية زي ما كنت بتنسى القرآن. اسمع يا محمود، انت مالكش صالح بيا. ايه؟ عيب يا طه، محمود اخوك وقلب عليك. يما مش عرفه هو بالألفية. بقى كده يا ستها؟ الألفية الأزهريين مش لبتوع المدارس اللي زيك. طيب هات الألفية امتحنك فيها. ايه هات، والمية تكدب الغطاس. مش هجيب ومحدش ليه صالح بيا. هي شفت بقى؟ خايف لاكشفك. انا هقول لابوي. لا لا يا محمود، بلاش اقولها احسن يقلبها غم. حاضر يا علشان خاطرك، لكن لازم طه يذاكر اذا كان عاوز يخش الازهر. انا عاوز مصلحته. كتر خيرك يا ولدي، وياك تستحي بقى يا طه وتشد حيلك. حاضر. توفيق، ابو توفيق. نعم يا ابو توفيق. تعال. حاضر. خير يا اخوي، في ايه؟ اقعدي دبريني. تدبر لله، في ايه؟ دوامة سودة ودايرة تحت وفوق، والدنيا بحر غويط وعالي الموج. دوامة سودة ودايرة تحت وفوق، والدنيا بحر غويط وعالي الموج. لكن مدام في القلب حب وشوق، مهما ميزان الدنيا كان معوج، لابد يوم يصفى الزمان ويروج، ودي حكمة الأيام. أيام أيام
الأيام.